يا اسلام. انا بعيدا تماما بنحب مصطفى كده. كلنا بنحب مصر. والله كلنا هيطلع في هو دي مجلس الشعب زي ما يحاسب. مجلس الشعب وافق انه يشارك في المسألة مش هيحاسب بدليل التصريحات اللي طلعت في الفترة الأخيرة. توفر له خروج آمن. ازاي خروج آمن وهو زرع وقتل وزعل وعمل كل حاجة واعتقل. مجلس الشعب بعيدا عن السياسة ثواني. مجلس الشعب 18 يوم كان الشعب المصري كله ايد واحدة ضد فساد مبارك. تمام. هيفرقوا الشعب ازاي؟ بنعم ولا. ازاي انت اسقطت نظام وعملت ثورة تعملي تعداد في السوق؟ ما علينا. دلوقتي هو كل شوية بيطلع يقول البلد في انهيار اقتصادي، عجلة الانتاج، عجلة البتنجان. صح؟ الانتخابات دي بالاستفتاءات الدستورية مكلفة البلد مليارات. في الوقت ده يا جماعة لسه 22 مليار جنيه صناديق خاصة، 23 او 25 مليار لقضاء المستشارين. رئيس بنك القاهرة بيقبض 60 مليون جنيه في الشهر. عمال بياخدوا 500-600 جنيه. ليه؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لو الناس اللي ماتت في احداث الثورة ماتت عشان برلمان 2010 المزور يتلغي ويجي برلمان تاني في فلول الوطني والاخوان، انا مش موافق. لو الثورة قامت عشان الاصلاحات انا مش موافق. الثورة دي جماعة ثمنها غالي. الثورة دي تاريخ بيتكتب. هو اللي مات احسن مننا ولا معتبرين احسن مننا؟ خلاص الموضوع بلدنا فيها خير، بلدنا فيها خير. نقف ايد واحدة كلنا ضد الظلم. الظلم لسه موجود. نقف ايد واحدة وربنا معانا ان شاء الله.